السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جبت لكم بقى فيديو جديد من يوميات مامة عمر شنب. عملت وليمة هتشرفك قدام ضيوفك. بالنسبة بقى للوليمة ديت، كان خطيب اختي جاي واختي محتارة عمالة تقول انا هعمل ايه. قلت لها ولا يهمك، هعمل لك سفرة تشرفك قدام ضيوفك وقدام نسايبك. عملت بقى الوليمة دي ازاي؟ يلا بقى نبدأ فيها. جيت اول حاجة قلت بقى معصج اللحمة كده احضرها الاول عشان تبقى معايا جاهزة. جبت البصل وحطيت بقى عليه اللحمة المفرومة كده، هعملها بقى كلها ني في ني. وبعدين رحت جاية حاطة طماطم قطعتها وقرن فلفل حراق عشان يدي ايه للمكرونة البشاميل والجلاش اللي انا هعمله لكم النهاردة. زي ايه طعم كده وشدة كده اللي يجربها. ورحت جاية بقى بهرتها بشوية فلفل اسود وشوية ملح، وسبتها بقى ايه تروح جاية تعمل معايا عقبال ما اجهز الحاجات التانية. ورحت جايه بقى نازله بنص كوبايه ميه وهقلبها تقليبه كده، وراح جايه ايه مغطيه عليها وسايباها. جبت بقى هنا حته دهن وحته معلقه سمنه، ورحت جايه نازله ايه بكميه اللحمه اللي معايا كده. قلت برضو مسلق لحمه كمان، ما هي برضو اختي يعني ماليش غيرها وهي بنت البكريه. ورحت جايه برضو حطيت شويه فلفل اسود كده وقلبتها بقى تقليب عشان تنزل الميه بتاعتها. وبعديها رحت جايه ايه خرطت بصلايه كده 4/4، وحطيت ورقتين لورا وعود قرفة خشب. وبعدين بقى اقلب فيها. انا عايزه الميه اللي فيها ديت قبل ما تنشف خالص، يعني كده فيها كميه ميه، او ده اول ما تخش معايا ان هي هتنشف زي الطريقه ديت. اول ما وصلت المرحله ديت اكون انا غليت ميه على البوتاجاز واروح جايه نازله بيها. لازم الميه تبقى سخنه عشان خاطر ايه اللحمه ما تجرمش معاكي وتجلد. ورحت جايه بقى سايباها كمان هي كمان تستوي. رحت بقى داخله على الفرخه مقطعه بصلايه كده، وحطيت عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح وايه وقلبتهم بايديا كده. دي بعملها ايه زي نظام مرتة كده للزفر كله، سواء بط او فراخ انا بعمل الطريقه دي. ورحت جايه مفرغه بقى الجلد عن اللحم كده عشان احشي البصل فيها. طبعا انا كنت حطيت بقى ايه الميه تغلي معايا على النار عقبال ما انا اخلص الفرخه، واروح جايه بقى نازله في الحله على طول بالفرخه، وكتفتها بالطريقه دي عشان ما تفكش معايا في الميه. كده كان الميه غلت معايا، رحت جايه برضو هو حاطه الفرخه فيها، ورحت جايه حاطه عودين قرفه، ورحت جايه حاطه ورقتين لورا واسيبها برضو السلق. برضو رحت جايبه هنا المكرونه، غليت الميه وحطيت فيها شويه زيت وشويه ملح، ورحت نازله بالمكرونه قلبتها تقليبه واسيبها برضو السلق. تعالى بقى نروح نعمل البشاميل. حطيت 3 معالق من السمنه يسيحوا معايا كده، وبعدين اروح جايه ايه بدأ في البشاميل. حطيت هنا 4 معالق من الدقيق. بعدين نقلب فيهم كده لحد ما اشم ريحه الدقيق ان هو خلاص اتحمر كده. رحت جايبه نازله هنا باللبن. بعدين اقلب او قدامك تقلبي فيه بالمضرب السلك كده عشان خاطر الدقيق ما يكلكعش معاكي. هديلها تقليبه كده الاول باللبن، بروح جايه نازله ايه بالشوربه. برضو اقلب فيها عشان خاطر دنك ايدك فيها البشاميل بالذات، ايدك فيها عشان خاطر يبقى معاكي ما يكلكعش خالص. رحت جايبه بيضتين حطيت عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود. دي المرحله ديت بعد ما خلاص عايزه اشيل البشاميل من على النار، بعملها اخر مرحله خالص عشان خاطر البيض ما يستويش معايا في البشاميل. دي بسيبها لاخر مرحله خالص، واقلبها تقليبه كده واروح جايه منزلاها بقى. نيجي بقى هنا نعمل المكرونه، نطبقها بقى في الصينيه. جبت صينيه ودهنتها سمن، واروح جايه واخده كام مغرفه كده من البشاميل حطاهم في قعر الصينيه، واروح جايبه بقى البشاميل وحطاه على المكرونه. اغرق المكرونه، اهم حاجه المكرونه تبقى معايا متغرقه بشاميل عشان خاطر ما تبقى ناشفه معايا وهي بتبقى في الصينيه. عايزه تحطي الجبن في البشاميل تحطيها، عايزه تحطيها على الوش حطيها زي ما انا هعملها كده. انا هحطها على الوش. هدني بقى اقلب المكرونه كده عشان انا عايزاها تبقى كلها بشاميل. شايفين البشاميل مكلكعش معايا وطلع معايا عامل ازاي؟ عشان خاطر انا كنت فضلت اضرب فيه بالمضرب السلك ما سبتوش خالص لحد ما بقى معايا كده. احط بقى نص كمية المكرونة او اكتر من نص.
تحت عشان عايزه الطبقه اللي تحت تبقى احسن من اللي فوق، لان اللي فوق بيتحط عليها بشاميل كتير، فعشان خاطر يبقى الاتنين موازين بعضيهم هحط اللي تحت زي ما قلت لكم اكتر من اللي فوق كده. هفردها كده بقى في الصينيه. لو انت بتعملي الحاجه بحب هتطلع معاكي جميله بصراحه. يعني لو مش بتعملي حاجه من غير النفس، مهما تعملي فيها مهما تحطي وصفات فيها ما تطلعش معاكي حلوه. اهم حاجه الحاجه اللي احنا بنعملها نعملها واحنا حابين ان احنا نعملها، عشان خاطر الشخص اللي جاي ياكل منها يبقى حاببها. انا حطيت هنا كده معلقه برضو من بشاميل كده عليها، وبعدين رحت جايه نازله باللحمه المفرومه، وحطيت بقيه كميه المكرونه اللي معايا على الوش. هفردها برضو على الوش كده، واروح جايه بقى ونازله بالبشاميل. بصراحه السفره كانت عجبتهم خالص، وكله شكر في الاكل، لان انا حابه كنت اعمل كده اشرفها قدام نسايبها. هي مش بس اختي، هي يعتبر بنت البكريه، يعني هي الاصغر مني على طول، يعني انا حاسه ان انا مسؤوله عنها. فدايما بحب الحاجه اللي انا بعملها تبقى تشرفها، وبحب الحاجه اللي انا بعملها ليها. يعني انا باخد برضو رايها في الاكل، او ما بعمل وصفه كده بناديها هي اول حاجه تدوقها وتقول لي رايها فيها. بصراحه يعني انا كنت مبسوطه ان الاكل عجب الناس، وكنت فرحانه قوي. يا رب برضو انتوا برضو تشوفوه كده ويعجبكم انتوا كمان. نزلت بقى طبعا بشاميل في الحله كلها عشان خساره مش هرميها يعني. كده خلاص كنت سويت البشاميل على الوش كده، وكنت بقى سخنت الفرن عشان ادخلها على طول، لان البشاميل المكرونه عامه بتاخد وقت في الفرن، فانا عايزه الفرن بتاعي يبقى سخن. ده بقى مشكل جبن كده، جبنه موتزاريلا على جبنه شيدر على جبنه رومي. انا رحت جايه بقى حاطه في الوش كده. انت عايزه تعمليه كده تعمليه، عايزه تحطيه في قلب بشاميل وهو بيستوي برضو براحتك، يعني حاجه ترجعلك، بس انا بشجع الطريقه دي اكتر. هحطها بقى في الفرن كده خلاص. تيجي بقى ايه للاستاذ بتاعنا النهارده. ماما عماله تقول لي عايزين نعمل جلاش، بس مش عايزين نعمله بالطريقه التقليديه. قلت لها ولا تشيلي هم يا ست الكل، انا هعمل لك حاجه برضو هتعجبكم وهتعجب الناس. جبت ورقتين من الجلاش كده، ورحت جايه رافعه ورقه من الجنب ودهنت زيت، ورحت جايه برضو نفس من الجنب التاني رفعت برضو الورقه اللي فوق ودهنت زيت كده، ورحت جايه مرجعها تاني. وهجيب الجبنه كده اللحمه الاول، احطها كده زي هعملها زي نظام سندوتشات يعني. الجلاش انا بسميه كده، عايز اسميه كده عايز اسميه تقولي له رول براحتك يعني، بس انا الطريقه دي بتبقى احسن. دهنت برضو الورقه كده عشان خاطر يطلع معايا بقى مقرمش خالص. ولا ورحت جايه مطبقه الجنب، عدات على الجنب دوت ولفيته بقى كده. الطريقه دي احسن من اللي هو بيتعمل في صينيه، وفي الصينيه لما تيجي تقطعي مثلا اللحمه ممكن تفرط منك تقع منك، انما كده ماسكه بعضيها، واللي هيمسكها تبقى اكنه ماسك سندوتش كده، مفيش حاجه تقع منه. الطريقه ديت انا بصراحه بشجعها اكتر من الصينيه. عملت برضو واحده تانية معاكم عشان برضو تشوفوها. جبت الورقه ودهنتها برضو من الجناب تاني اهوت، ورحت جايه حاطه عليها الورقه التانية، ورحت جايبه بالفرشه كده برضو دهنه البتاع كلها زيت، عشان خاطر يبقى يطلع معايا مقرمش، مش يطلع الورق ماسك في بعضه كده ويبقى ناي. حطيت اهوت اللحمه، ورحت جايه حاطه عليها الجبنه، ورحت جايه برضو ايه هعملها زي الناحيه التانية زي المره اللي فاتت، والفها كده رول، ورحت جايه حطها في الصينيه دي برضو كنت دهنيها برضو زيت. هخلص بقى بقيه الكميه، وفي اخر حته كده ادهني زيت عشان خاطر يبقى ماسك بعضه ما يفكش منك. كده بقى كنت خلصت الكميه اللي كلها اللي معايا. انا بوريها لكم اهوت زي ما قلت لكم ديت، ولا عمرها يوقع اللحمه ولا حاجه، ويطلع مقرمش وجميل، وصراحه كان طالع تحفه معايا. جبت بقى بيضايه كده، رحت حاطه عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود، وضربتهم بالمضرب الاول. بعدين ما هو جبت بقى كوبايه لبن كده، هضربهم برضو الاول في بعض كده كويس عشان يمتزج البيض مع اللبن. وبعدين اروح جايه نازله باخر حاجه كوبايه شوربه زي كوبايه اللبن دي، عشان اسقي بيها الجلاش. وهنسويه في الفرن، هيطلع معاكي ما شاء الله بيبقى مقرمش ومستوي كويس. لازم تحط الكميه دي، يعني كوبايه وكوبايه على الكميه بتاعت الصينيه دي، عشان لا يطلع معاكي ني ولا يطلع معاكي طري،
وهيطلع معاكي مقرمش وما شاء الله. يعني انت هتجربيها وهتشوفي بنفسك. وهدخله بقى الفرن. بعد بقى ما طلعت شايفين الجلاشة كده قدامكم. وبرضو عملت برضو شوية محشي كرنب، وانا كنت عملته برضو في القناة معاكم كده مرة، وبخش برضو شوفوها. والفرخة، وعملت شوية سلطة كده والمكرونة البشاميل. يا رب الفيديو يعجبكم، مش تنسوني في الاشتراك واللايك.